ودخلت على شريط الاشعارات من تطبيق النهارده. التطبيق ممتاز جدا ومجاني وحاجه بص يعني فوق الوصف بجد، والعدد بيوصل واحده واحده. وفي نفس الوقت برضو الاوردر بتاعك لو طالب 50 او 60 او 70 بيوصل اكتر من كده وبدون نقص. وركز جدا على كلمه بدون نقص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو ده جايب لكم تطبيق وموقع من احدى افضل الطرق اللي هتشوفوها في الفيديو ده ومش هتشوفوها عند حد تاني او في قناه تانيه. بكل اختصار وبكل بساطه تطبيق النهارده بيعمل بحساب وهمي، ولكن بقى حط تحت حساب وهمي دي مليون خط، لان اولا الحساب الوهمي ده ما بيتحذرش معاك لو طبقت الثلاث نقط اللي انا هقولها لك في فيديو النهارده. وفي نفس الوقت برضو تشوف الفيديو لحد النهايه، ما تشوفش اول 10 ثواني وتمشي، لان في تطبيق وموقع زي ما فهمتك وسريع جدا في ارسال المتابعين، والمتابعين بيجولك حاطين صور لائقه وحاجه ممتازه جدا. فصلى على النبي ولا بينا نبدا فيديو النهارده. ولكن قبل ما نبدا الفيديو، لو كنت عايز تشتري متابعين على انستجرام، فيسبوك، يوتيوب، ايا كانت المنصه وايا كان عدد المتابعين وجنسيتهم عرب او مصريين او حتى اجانب، تقدر تشتريهم من موقع مستر فاست. تقدر ان انت تدخل على الموقع وتدوس على معرفه العروض وتتابع بعد كده. لو عندك اي مشكله في الدفع او حتى انت من خارج مصر وعايز تدفع ومفيش طرق دفع متاحه ليك، اختار بس العرض وخده سكرين شوت وابعته للدعم الفني على الواتساب، هيبعتوا لك على طول طرق الدفع الخاصه ببلدك. مش حابب اطول عليك في المقدمه، هتلاقي لينك الموقع او رابط الموقع في اول كومنت مثبت، ولو ضغطت على قراءه المزيد هتلاقي رابط التطبيق اللي انا بتكلم عنه في فيديو النهارده مباشر، تقدر تحمله وتستخدمه كمان. واهم ما ندخل على الابلكيشن ان احنا نعمل حساب وهمي او غير اساسي. في طريقه اهي في علامه الاي اللي فوق على ايدك اليمين او الشمال، تقدر ان انت تستخدمها وتعمل حساب غير اساسي، او انك انت تنتظر عليا ان انا اقول لك ازاي انك لما تحط الحساب الوهمي ما يتحذرش منك او يتغير او يحصل له اي مشكله في تطبيق وبرنامج النهارده. خليني اسجل بالحساب ده وابدا ان انا اضغط على تسجيل الدخول. طبعا بتدخل بيقولك انت عايز السيم القديم ولا السيم الجديد، بتقول له السيم الجديد وبتحط الاكونت بتاعك وبتقول له تسجيل الدخول الى التطبيق. تمام. بعد كده بيقول لك هنا انه في 25 نقطه هديه بتضاف كل يوم على الحساب بتاعك لما تيجي تفتح التطبيق يوميا. فده حاجه ممتاز جدا، او حاجه ممتازه جدا يعني. وكمان ميزه كويسه تقدر ان انت تجمع منها نقاط يدوي. خليني اشرح لك بالراحه. اول حاجه بتضغط على الصفحه الرئيسيه، عندك تتبع الطلبات، عندك طلب للاخرين، وده بتستخدمه لما بتيجي تزود حساب مثلا انت مش حاطه، انت حاطط الحساب الوهمي، احنا عايزين نزود حساب تاني مثلا، فبتبدا تحط يوزر الحساب التاني اللي انت عايز تزوده. وفي حاجات كتير بقى زي رمز الهديه مثلا، بتضغط على احصل على كود الهديه من قناه التليجرام، بتخش على قناه التليجرام وبيبقى في اكواد كده بتديك عدد نقاط، ودي ممتازه جدا لو انت حابب يعني او مهتم. دي برضو بيقولك ادعوا الاصدقاء، انت لو دعيت شخص بيقولك سيحصل صديقك على 100 نقطه. يعني انا لو اديتك الكود انت هتاخد 100 نقطه وانا برضو هاخد 100 نقطه. ده الموضح امامي. اسئله متكرره بقى لو عندك مشكله في الابلكيشن، وعلى فكره دي النسخه الاساسيه للتطبيق، بتخش بقى وبتكلمهم زي بتظبط الكلام يعني، انت فاهمني، مش هيبقى في اي عائق ان شاء الله قدامك. هنا لو عايز تزود الوهمي، ولكن احنا مش عايزين نزود الوهمي، احنا كل اللي عايزينه نزود الاساسي، يعني نيجي نزود الاساسي. طيب هنا بيقول لك التجميع والاعدادات، بتدوس على الترس وبيقول لك هنا التنشيط منع الكتله، انه انت عايز كام ثانيه تبقى موجوده ما بين كل متابعه والتانيه انت بتعملها. على سبيل المثال برضو ممكن ان احنا نضغط على بوت آلي، بنفعل الكتله دي وبنبدا نضغط على يبدا. لازم طبعا تعلم على الاكونت اللي فوق لانك بتضيف اكتر من اكونت. انا بس للشرح ضايف اكونت واحد علشان اقدر ان انا استوفي الطريقه بتاعت النهارده واوصل لك المعلومه كامله. ولكن انت لو حابب تضيف 2 او 3 او 4 اكونتات تقدر تضيفهم بكل سهوله وبكل بساطه. وبتدوس على الوضع التلقائي بيجمع معاك واحده واحده، بيقول لك جمع العملات صفر. طبعا الحساب الواحد النشط الوحيد اللي انا ضفته هو حساب واحد بس. بتبدا ان انت تنتظر لحد جمع العملات، بيقولك انها صفر. طبعا بعد واحده واحده بعد ما ياخد وضعه وياخد التجميع بتاعه، لان التجميع بيكون حقيقي زي ما قلت لك، والحسابات اللي بتسجل ناس فعلا حقيقيه. تمام. طبعا هنا بيقولك القيود ومش عارف ايه، ابدا ان انت عيد التسجيل من تاني لو المشكله دي واجهتك. اوكي. وبتسجل بعد كده بحساب تاني او بنفس الحساب اللي انت عايزه، وطبعا بتبدا ان انت تجمع نقاط بكل سهوله وبكل بساطه. تمام. تمام. زي ما انت شايف كده اهو الحساب محطوط له صورة ومظبط الكلام، ولو عايز برضو تخليه في بايو هيبقى احسن بكتير على فكرة. وبتعمل نفس الوضع وبتختار الاكونت وبتدوس يبدأ وبتبدأ ان انت تجمع عدد نقاط. دي حاجة. الحاجة التانية والاهم، انك لما تيجي تجمع عدد نقاط جمع عن طريق الفولو شوية واللايك شوية، ودي هوريها لك دلوقتي. عندك جمع نقاط نقطتين، لان كل فولو الحساب بيعمله البرنامج بيديك نقطتين عليه. تمام.
طبعا هو بيجمع 3 4 لحد ما بقى 31. هتبص بصه كده هتلاقيه 33 لانه بيجمع بكل فولو 2 نقطه. تمام، ده بالنسبه للفولورز وتجميعها. بالنسبه لللايكس ممكن ان انت بدل ما تتابع عن طريق الفولورز تتابع عن طريق اللايكات. طب ليه؟ لان ده بيساعدك ان الاكونت بتاعك ما يتحذرش، وفي نفس الوقت اجمع اول 90 او اول 100 او اول 110 نقطه من الخدمه اللي هي خاصه باللاف. ليه؟ لان برضو في ناس كتير قوي بتبقى ضاغطه على المتابعين، فبالتالي التطبيق ما بيبقاش سامح لكل الناس ان هو اصل انت مثلا بتستخدم المتابعين وده بيستخدم المتابعين وده بيستخدم المتابعين، فبالتالي الموضوع مش هيبقى اوكي للتطبيق او للبرنامج. تمام، فبتبدا ان انت تجمع من خلال اللاف. دي احسن حاجه بصراحه انا شايفها. عايز بقى تجمع يدوي، عايز تجمع تلقائي، عايز تجمع اوتوماتيك، اللي انت عايزه جمع بيه، المهم ان انت تجمع عدد نقط. طيب اولا هنا بتختار بقى الاكونت زي ما قلت لك برده، وبتسيبه بقى يا باشا، تروح بقى تنام، تنزل شغلك، تروح تتغدى. المهم ان انت تسيب التطبيق. لما تفعل بوت آلي ديت ممكن تقفل التطبيق، لكن لو ما فعلتهاش ما تقفلش التطبيق. تمام، دي كل حاجه برضو ايه حابب ان انا اوصلها لك، يعني بحيث ان انت تفتح التطبيق كده ايه ده الدنيا تمام، الدنيا تمام، مفيش اي مشكله، والشرح بتاعي كان وافي وزي الفل. طيب انا مثلا جمعت عدد نقاط زي ما انت شايف 200 نقطه، وعايز ازود. هضغط على ايه؟ هضغط على طلب للاخرين من خلال الصفحه الرئيسيه. بحاول ان انا بقدر الامكان اديك المعلومه كامله، بحيث ان انت داخل تفهم كل حاجه، كل نقطه، لدرجه انا بقول لك فعل مش عارف الستوري واعمل مش عارف ايه. فكل نقطه خليك معاها خطوه بخطوه. طبعا بتختار الاكونت بتاعك ولازم يكون عام، وخليك معايا للاخر عشان اقولك تحافظ ازاي على الاكونت بتاعك. طبعا هنا لو عايز بقى تضغط على اطلب متابعا، بتضغط على اطلب متابعا وتطلب متابعين. الحد الادنى للتزويد 50 متابع. وبيقولك هنا انت لو عايز تعرض صورتك الشخصيه للناس، انا بصراحه ما افضلهاش، يعني هتتعبك اكتر والعدد مش هيوصل بسرعه، فالافضل ليك انك انت ما تفعلهاش يعني. تمام، وعندك هنا لحد ال 5000 يعني دوس معاك. بس احنا هنا معانا 50 متابع، لو قالك تعذر الاتصال يبقى كده هو اصلا خد اوردر واكشن ان انت بعت خلاص الفولورز. تمام، طبعا الطلب اهو زي ما انت شايف من تتبع الطلبات. لو دخلت على الحساب بتاعي ودخلت على شريط الاشعارات من تطبيق النهارده، التطبيق ممتاز جدا ومجاني وحاجه بص يعني فوق الوصف بجد، والعدد بيوصل واحده واحده. وفي نفس الوقت برضو الاوردر بتاعك لو طالب 50 او 60 او 70 بيوصل اكتر من كده وبدون نقص. وركز جدا على كلمه بدون نقص، لان دي اللي بتميز تطبيق النهارده عن اي تطبيق تاني تم شرحه في القناه او تم شرحه في اي قناه اخرى. طيب احنا كده تمام التمام، اكدنا اول طريقه. تعالى بقى مع بعض ناكد تاني طريقه، ونقدر ان احنا نزود عدد من الموقع التاني. احنا كده شرحنا الموقع الاول، خلينا ندخل على الموقع التاني. بتجيب حساب وهمي وبتبدا ان انت تدخل من هنا كده باسم مستخدم وكلمه سر. بس عايز اقولك على حاجه بسيطه، وانت بتجمع بالتطبيق الاولاني هات موبايل تاني وافتح الحساب الوهمي اللي انت بتجمع بيه، وابدأ ان انت اتفرج على الفيديوهات الريلز اللي موجودة، واعمل متابعات للناس وانت موجود داخل التطبيق. ليه؟ لان في حاجة اسمها ملفات التعريف. ملفات التعريف دي التطبيق بياخدها منك عن طريق كلمة السر ويتابع بيها ناس، وطبعا الحساب ما بيتفتحش، فالانستجرام بيشك في الامر. فحاول بقدر الامكان زي ما بقول لك كده افتح الاكونت الوهمي اللي انت بتتابع بيه على موبايل اخوك او موبايل اي حد تاني، وابدا انت تستخدم وشوف الريلز وتفاعل معاها بحيث انت تكون موجود. تمام، طبعا انت شفت طبعا الشرح، انت كده كده يعني غني عن التعريف، ان انت بتخش الموقع وبتختار عدد المتابعين وبتبدا تحط اسم المستخدم وبتلاقي العدد وصل لك بالفعل. فانا مش محتاج اصلا ان انا اشرحه، يعني ده حاجه كده ثانويه في فيديو النهارده بحيث ان انت تستكمل العدد بتاعك والوضع يكون كله تمام ومية مية. ده بالنسبه للعدد الاول، وبالنسبه للعدد التاني، وبالنسبه لكل الاعداد، لان شرح النهارده زي ما قلت لك بسيط وسهل على القلب كده. فلو حابب بقى تزود لايكات بترجع وبتبدا ان انت تختار وبتعمل نفس الطريقه، ولكن برابط الصوره بتاعتك المراد الزياده اليها للحساب العام طبعا، علشان الوضع يكون اوكي معاك وما يكونش فيه اي مشكله في طريقتين النهارده. هتلاقي كل الروابط في اول كومنت مثبت. شكرا جدا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.